عزل جون بايدن الرئيس الأمريكي بات وشيكا بسبب زلات لسانه. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، في الحقيقة بيقولوا الخبراء السياسيين والمحللين المتابعين للحالة الصحية لجون بايدن وزلات اللسان الفادحة اللي كان بتطلع منه الفترة اللي فاتت، ويمكن آخرها بالأمس لما المذيعة بتسأله في برنامج تلفزيوني عن الحرب في أوكرانيا وتقديم أمريكا القنابل العنقودية لأوكرانيا، فرد على المذيعة قائلا: الذخيرة تنفذ لدينا، ليس لدينا ذخيرة بما يكفي، يعني الذخيرة تنفذ لدينا. عشان كده لحق البيت الأبيض بسرعة يصحح المعلومة هو والبنتاجون في بيان، وقالوا ان امريكا لديها قدر كبير من المخزون قادر على استيفاء حاجاتها من في حاله خوضها اي حرب سواء في داخل امريكا او في خارج الولايات المتحده الامريكيه. طبعا خطا او زله لسان فادحه في الحقيقه. برضه كان في زله لسان سابقه لما زيلينسكي الرئيس الاوكراني راح امريكا، فاحد الصحفيين بيساله عن حركه فاجنر ومدى تاثيرها على الحرب وعلى الرئيس بوتين في حربه مع اوكرانيا، فقال انه يخسر الحرب في العراق وتراجعت قوته وانه يخسر الحرب في العراق. طبعا الحرب، ما فيش حرب اصلا في العراق، الحرب في اوكرانيا. طبعا زالت لسان فادح. كان بيتكلم من حوالي اسبوع عن مناسبه عن الاسر ذات الدخل المحدود واللي تقودها النساء بشكل عام، فقال انا بفخر بالنساء ونصف نساء ادارتي من النساء، يعني نصف الستات اللي عندي من الستات. طبعا زلة لسان وخطأ فادح في الحقيقة. برضه بيؤكد عدم تركيزه او حالة التهييس باللغة العامية المصرية اللي احنا بنقولها. وطبعا هو داخل على 80 سنة، فيعني ربما يكون دي سببها الخرف اللي بيصيب الانسان في تقدم العمر. برضو كان في خطأ أو زلة لسان أخرى في إحدى المناسبات لما يعني بيتكلم عن الحرب في أوكرانيا ومدى قدرة الحكومة الأوكرانية عن تقديم الخدمات للمواطنين. فقال أمريكا مهتمة بهذا الشأن، وأهم حاجة أن الحكومة الأوكرانية تقدم الدعم الكافي من الخدمات والطعام للشعب الإيراني. يعني بدل ما يقول الشعب الاوكراني قال الشعب الايراني. طبعا ايضا خطا فادح وزله لسان يعني صعبه جدا في الحقيقه. برضو كان بيتحدث في خطاب حاله الاتحاد المعني بالولايات المتحده الامريكيه، وبيتكلم عن الشعب الامريكي وقوه الشعب الامريكي، وفي الاخر خالص بعد الخطاب قال حفظ الله الملكه. الناس بتستغرب ملكه مين؟ يعني انت الولايات المتحده الامريكيه حفظ الله الملكه، مين الملكه؟ ما حدش عارف، قصده على ملكه بريطانيا. فيعني الحاله الصحيه وتقدم الامر بجون بايدن ربما يقود الاداره الامريكيه في حاله تطور هذا الوضع ومزيد من الزلات، ربما يفشي اسرار عسكريه في مثل هذه الزلات، ربما تقود هذه المقدمات الى عزل الرئيس الامريكي جون بايدن لظروف صحيه، وده موجود في القانون الامريكي. وفي الحاله دي هيبقى المشهد مختلف تماما. ما حدش عارف بقى يعني النظام الدستوري في الولايات المتحده الامريكيه هل يتيح لنائب الرئيس تولي المسؤوليه او طرح انتخابات او الحديث عن انتخابات رئاسيه مبكره. ونسيت برضو اقول ان ترامب الرئيس الامريكي السابق لا يفوت الفرصه في الحقيقه. يمكن انا بعض لحضراتكم صور وفيديوهات بيتريق على الزلات وتقدم العمر لجون بايدن، وبيمشي وبعدين يرجع تاني يقول لقد ضللت الطريق، يعني بيقلد وبيسخر من جون بايدن طبعا كمنافس له في الانتخابات القادمه. هو طرح نفسه في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه القادمه، فبيستغل الفرصه برضه ويتحدث عن هذه المشكله الكبيره في الحقيقه. خلونا نشوف قادم الايام، ربما حديث اللي انا بقوله لحضراتكم ده يتحقق على ارض الواقع، وده مش بعيد في الحقيقه. بشكركم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الله.